بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان سليمان نبي الله في مجلسه، وكان عنده شاب جميل الهيئة قوي البنية جالس في مجلسه، فدخل عليهم رجل غريب، وكان هذا الرجل ينظر إلى هذا الشاب نظرا طويل، والشاب لفت نظره هذا الذي ينظر إليه. انفض المجلس وتفارقوا، وبعد فترة جاء الرجل الغريب يزور سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال له سليمان: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: وما الذي أتى بك؟ قال: أتيت لأقبض روح شاب في أرض الصين، فبحثت عنه فوجدته في مجلسك في الشام، فاستغربت كيف أقبض روحه وهو في الشام، والله أمرني أن أقبض روحه في الصين، فما الذي فعلته يا سليمان؟ قال: هذا الشاب تعجب وخاف منك، وقلت أنك ملك الموت، فطلب مني أن تحمله الريح إلى أقصى الأرض، فأمرت الريح فحملته إلى الصين، وكان قضاؤه أن تقابله في الصين فتقبض روحه هناك. هذه الحقيقة التي لا بد منها، ألا وهي الموت. أرواحنا يا أحبتي نفخت ونحن في أرحام أمهاتنا بعد 4 أشهر، والروح التي نملكها بين جوانحنا خالدة لا تفنى، لكنها تتنقل بين مرحلة وأخرى. جلست في الأرحام أشهر، ثم ذهبت وخرجت في الدنيا، وها نحن نتنعم بها 60 70 80 90 سنة، ثم بعدها سترحل إلى حياة لا نهاية لها. إنه الموت يا كرام، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الموت هو الحقيقة التي لا شك فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء يستطب به، لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام، إلا الموت، هو لا دواء له، هادم كل لذة، ومفرق كل جماعة، وقاطع كل أمل. إنه الأمر اليقين الذي قال عنه الله: وإنه لحق اليقين. هذا الموت أهو شر؟ هل هو شر؟ إن المؤمن الموت بداية السعادة له، وهذا الذي نريده من كل واحد منا. لا تنظر إلى الموت نظرة تشاؤم. الموت هو أن تنتقل من دار الخراب إلى دار العمار. الموت أن تنتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية. الموت أن تنتقل من جوار البشر إلى جوار رب البشر. الموت هو النقلة التي يتعداها الإنسان إلى حياة النعيم الذي لا ينقطع، إن كان مؤمنا طبعا، ونحن إن شاء الله من أهل الإيمان، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا. إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن حال المؤمنين في موتهم أحوال جميلة. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص انتهى أجلك وانتهت مدة بقائك في الدنيا، ما الذي يحدث وأنت في فراش الموت؟ تنظر على مد البصر، فيأتي إليك ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فإذا نظرت إليهم تبسمت وارتحت، لأنك تعلم أنهم الملائكة الطيبة أتت لتقبض الروح. تقول هذه الملائكة للمؤمن:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك يقف ملك الموت عند رأس المؤمن، ثم بعد ذلك يستل الروح كما تخرج القطرة من في السقاء بسهولة، ثم يقول اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وما أن ينتزعها حتى تتبادرها الملائكة في ذلك الكفن وتصعد بها إلى الله. المعراج شرف حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل لكل روح مؤمنة إذا ثبتت على ما يرضي الله وماتت على ما يرضي الله. ثم بعد ذلك يتنقل بين السماوات السبع كلها من سماء إلى سماء، وكلما مر على ملأ من أهل السماء قالوا ريح من هذه الطيبة، فيقال هذا فلان روح فلان، حتى يصل إلى السماء السابعة، ثم يقول الله تعالى أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذا هو المؤمن. المؤمن لا يشقى في حال موته، بل المؤمن الشيء الوحيد الذي يكدر حياته أنه يفارق أحبابه فقط. ولذلك لا يحرم الله المؤمن من هذه الميزة، بل إنه يقابلهم متى؟ في جنة الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيا مؤمن لا تخف من الموت. الموت هو نقلة إلى الله، نقلة إلى دار جميلة. استعد للموت، هذا هو المطلوب. المطلوب أن تستعد لتلك اللحظة، أن إذا أتتك تكون فعلا مستعد للقاء الله، مستعد لأن تكسب رضوان الله، هذا المطلوب. أما تخاف من الموت لا تخاف، لأن المؤمن يحب لقاء الله، يحب لقاء الله. فأسأل الله تعالى أن يحيينا على ما يرضيه، وأن يقبض أرواحنا إليه بيسر وسهولة، وأن يجعلنا من الفائزين برضوانه والعتق من نيرانه.